كسب نادي الزمالك السوبر بجد، سوبر الكرامة والقيم والمبادئ. خلاص النهارده ما بقاش عيد البانجو، بقى عيد الاحتفال بأبطال عزبتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم مشاهدي قناة المايسترو. كل سنة وانتم طيبين، وإن شاء الله سنة 2024 تكون سنة الخير عليكم وعلينا إن شاء الله. حلقتنا النهاردة هي الجزء الثاني من حصاد ضحك نادي الزمالك سنة 2023. أتمنى يكون الجزء الأول عجبكم، وإن شاء الله لو عجبكم الجزء ده هيكون في جزء ثالث ورابع. ما بالراحة يا عم، بالراحة، لا إله إلا الله. وهنبدأ حلقتنا النهاردة بسوبر الكرامة. فريق الكرة القدم بنادي الزمالك بيعمل سيشن التصوير قبل كاس السوبر. والله حقها ولا مش حقها؟ عاجل لاعبو الزمالك يلتقطون الصور الرسمية الخاصة بمباراة السوبر المصري أمام الأهلي. وده لعيبة الزمالك آخر شياجة وألاجة ولابسين البدل والتيشيرتات والشكل الشيك والبدلة الغامقة، والناس بتجهز لمباراة السوبر. طب هو في مباراة سوبر ولا فيش مباراة سوبر؟ بحلم بيك، انا بحلم بيك، بحلم بيك، انا بحلم بيك، وفي السوبر مستنيك. فرحان قوي. مفاجأة من العيار الثقيل جاءت بعد أن أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المعزول من منصبه عن قرار بانسحاب القلعة البيضاء من كأس السوبر اللي فتحنا في المنطقة والمحطات الفضائية. الزمالك اعتذر رسميا عن لعب مباراة السوبر. الراجل هيرجع بقى ولا ايه؟ اتحاد الكوره بعت خطاب للزمالك قال له وضح لنا موقفك من المشاركه بالسوبر، وطلبوا منه سرعه الرد خلال ساعه واحده. مفيش حد هيدينا على قفانا. انا غلطان، دماغك يا ابن بص. استهدي بالله وقوم اقلع هدومك، خلي الليله تعدي. شوفوا لنا بقى بكره واحده تتبسبط المدام كوكا عشان جوزها بيتقمص. يا استاذ انا ممكن البس حضرتك عادي. والنادي لنجيب العزال ونقول اللي معهم بالمال يا كوينهم. أنت متخيل حد هيقبله يلعب قدامه؟ يا اما ما تقطمنيش بقى. المهم البنت قفشتك في وضع مخلل بالاداب ولا عادي؟ كنت نايم على الكنبه. يعني مخلل. فبعد ما هو اللي عمله، أنت متخيل ولادنا وجمهورنا مجلس إدارتنا يبقى رايح نفسيا؟ احنا اللي سيرتنا بقت على كل لسان. لمنا بقى لمنا. مرتضى منصور وجماهير نادي الزمالك ما لعبتش السوبر علشان خاطر كهربا، وجابت اخوها الصغير اللي ممكن يقدر على الاهلي. هو انتوا فاكرينها سهله عليا؟ انا بقى حاطط ايدي على خدي ومستني اخويا الصغير لما يرجع عشان ياخد لي حقي. فرقت انا ايه عن صباح. بشكركم جدا على المتابعه، وما تنسوناش باللايك والشير وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد، وبشكر كل واحد عزاني في والدي في الفيديو الاخير، وجزاكم الله خير. يعني مصطلح مباراة القمة دي ما ينطبقش على مباراة الاهلي والزمالك. مباراة القمة هي بين الاهلي وبيراميدز. اعترف على نفسه بنفس ذات نفسه، وكل واحد حر في نفسه. بيراميدز هيعمل مباراه كبيره وممكن ياخد الكاس بكره، وانا بقول لك 70% ياخد الكاس بكره. انسان طموح. حلو كده، طموح وترجع بالسلام. ادي كهربا حط جسمه وورا منه على طول احمد سامي. هتشوفها كمان مره اهي، وادي احمد سامي اهو، واهي وضرب الجزاء. كهربا حط جسمه حلو قوي قوي. كهربا حط جسمه حلو قوي. وانتهى الدرس يا زكي، والاهلي يفوز على بيراميدز بزغلول معلول بعد ضربه جزاء كهربا. انتهت التمثيلية الهزلية، بس كسب نادي الزمالك السوبر بجد، سوبر الكرامة والقيم والمبادئ. انا كنت بقول ايه يا عيال؟ كنت بتقول طهرنا الارض وشطفنا العرب. كسب نادي الزمالك السوبر بجد، سوبر الكرامة والقيم والمبادئ. خلاص النهارده ما بقاش عيد البانجو، بقى عيد الاحتفال بأبطال عزبتنا. وكالعاده الاهلي علم على بيراميدز زي ما كان هيعلم على الزمالك. اتلم المتعوس على خيب الرجا. أنا المتعوس؟ لا خيب الرجا. انا اسمي حراء، مضايقكم بغباء، ضحكتكم وراها نفاق، اصل اعرفكم مش سالكين. بتحبوا بفلوس وبتنافقوا بفلوس، بس اخركم برضه كبرتوا تلاميذي وعارفين انا مين. الاستاد كله اهلاوي يا جماعه،
من اوله لاخره احمر فاحمر فاحمر. وكزملكاوي سالت نفسي سؤال، هو احنا لو كنا رحنا كنا هنقعد فين؟ طب اقول له يا اخي انتوا مش عندكم ميزان حراره؟ طيب. وكلنا ما ننساش في مباراة السوبر مع بيراميدز وقفا الشيبي. ابدا ابدا ابدا، وبيستخبى ورا المساعد محمد الشيبي. صوتك متحش من الجثه اللي قدامك، اطلع لي كده كلمني زي الرجاله، راجل بيستخبى في راجل. ازاي له حاجه زي دي؟ كده من كده ولا ايه؟ يا نهار كمان وكده كمان. وبعد انسحاب نادي الزمالك من السوبر المصري بحجة كهربا ولعب مكانه بيراميدز، ومش بس كده، ده كمان اتعاقب وما لعبش السوبر اللي بعده اللي هو برضه الاهلي خده سنة 2023 امام فيوتشر. مبروك مبروك يا حياة قلبي، مبروك 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 يا حياة قلبي، مبروك هالفرحة فرحتنا والفرحة جمعتنا، وشو حلوة دنيتنا. مبروك. يعني الزمالك في 2023 ما خدش كاس واحد للكرامة، ده خد كاسين. وتقول لي ما بشربش؟ انت بتشرب كل يوم يا حسن وبتكذب عليا. حسن بيشرب خمره يا كيكي. في سنة 2023 حصلت حادثة مهمة جدا، وهي حادثة دونجا وزيزو. وتعالوا نسمع الشيخ خالد الغندور وتفسيره. موضوع دونجا وزيزو، واحد بايده كده ماسك الشورت بتاع زيزو كده بايده، فطبعا السوشيال ميديا وركز على البطيء فيجي يجيب ايد زيزو كده، ايد دونجا كده، بيمسك الشورت كده وبيمسك بايد كلها. حط ايده يا جسمي ساب وجتني دوخة، بيقول لي هاتي بوسة ست ويا دي الحوسة. معرفش وزيزو يعني لا يلتفت، يعني لا يلتفت مثلا، مش محتاجه حاجه يعني. بس انا كعاطف انبسطت. زي ما مرتضى حاطط الاهلي في دماغه، كل جماهير نادي الزمالك حاطه الاهلي في دماغها. جماهير بتشحطط نفسها ورا الاهلي في كل مكان، وراه في المغرب، وراه في تونس، وراه في السعوديه، وراه في الامارات، وراه في اليابان. جماهير نادي الزمالك اللي ضيعت عمرها وضيعت نادي الزمالك معاها 20 سنه. بس ده كله مش مهم الزمالك، المهم تشوف يوم او 2 أو 3 الاهلي بيتغلب فيهم من اي حد. الله، وده من ايه لا مؤاخذه يعني؟ ايه اللي من ايه؟ يعني حساسيه يعني ولا زعل؟ لا اله الا الله. إيه؟ ما تاكلش سمك ولا بيض. جماهير نادي الزمالك عامله زي الناس اللي بتروح الافراح، ولا هي تبع العريس ولا هي تبع العروسه، الناس اللي بتروح تاكل وبس. نعم يا حبيبي، حته الصبر طيب. ايه ده؟ هو سيادتك معزوم هنا برضه؟ ده خامس فرح نخش وندور عليك فيه يا حسن. ايه دخلك انت يا زمالك بالوداد والرجاء والاتحاد السعودي والهلال السعودي؟ ايه دخلك بين الكبار؟ انت مال امك، مال امك انت. ايه يعني الغطاسه بتاعت امك دي؟ ايه الرجاله اللي انت فيها دي؟ يا سيدي امرك يا الاهلي، امرك يا سيدي. هذا هو اهلي، اكبر المواعيد، حديث في حديثه، كبير افريقيا. يا فندم انا عايز بيانات الشخص اللي هزقني. دقيقتين كوميساري. ماشي، عايز اخد بيانات الشخص ده. دقيقتين كوميساري. يا فندم لازم تقول لي اسمه عشان اعمل ضده بيان. الله يخرب بيتك، هو انت ورانا في كل حته. اضربك فين؟ مفيش في وشك مكان يا عم. اضرب وانت هتركن. انا بابا يالا. والبت بيضة بيضة بيضة، البت بيضة وانا اعمل ايه؟ البت بيضة بيضة بيضة، البت بيضة وانا اعمل ايه؟ يا ولد يا ولد انا
حبيت من نار الهوى انجويت يا ولد يا ولد انا حبيت الهوى انجويت. انا عايز اعيط يا جيمي، يا جيمي انا عايز اعيط يا جيمي. قال لي شتمني شتايم مخله. عايز اعرف اسمك. نادي القيم، نادي القيم والمبادئ. ضربوني بصدري، ضربوني بصدري جوه وفيها ناس عمالين يعملوا حاجات عجيبه وانا يلا يا حاج. يعني ايه؟ يعني ما ينفعش يروحوا عيال تجري ويروحوا كده، ما ينفعش. ضربني بصدري يا ابني والنبي. الأهلي فاز بال11 سنة 2023 من المغرب من الدار البيضاء على الوداد اللي الزملكاوية قعدوا يرقصوا ويفرحوا سنة كاملة. وعلى الرغم إن إحنا كلنا عارفين الأهلي حصل معاه إيه السنة اللي خسر فيها أمام الوداد. يا مشاها أحرق وأنا صابر على وشي سمر زنهار وقلب أخضر لكن سافر ومهما يطول المشوار أنا قادر. ومن نفس الاستاد ومن نفس الدولة ومن نفس الفريق الأهلي يرجع بالبطولة الإفريقية رقم 11. ولابد عن يوم محتوم تترد فيه المظالم، ولابد عن يوم محتوم تترد فيه المظالم. أبيض على كل مظلوم واسود على كل ظالم. ومهما كان اللي هشه الطير مسيره لعشه، ومهما كان اللي هشه الطير مسيره لعشه. واللي بيظلم يا بايا وخلى ظلمك حكاية، بيظلم يا بايا وخلى ظلمك حكاية. ندعو عليه بالهداية والرب موجود وعالم. ولابد عن يوم محتوم تترد فيه المظالم، ولابد عن يوم محتوم تترد فيه المظالم. أبيض على كل مظلوم واسود على كل ظالم. معلش يا معلم، اهو بياكل عيش وبكره يتعلم. يعلم في المتبلم يصبح ناسي. وكالعادة كل ما الأهلي يكسب بطولة نشوف تحليلات وآراء ناس من عالم تاني. وبعدين يا ريت احنا عندنا اطهر الطاهر. تخيل انك كده وانا نايم في البيت كان عندي قضيه في محكمه، رحت الجلسه قالوا لي هي انت كسبت القضيه. ازاي؟ قالوا لي انت كسبت القضيه. هو ايه الجهد اللي اتعمل؟ قالوا ان اطهر الطاهر ضيع ضربه جزاء. ومشينا بقى بعد كده بقى الخناقه بتاع الرجاء رئيس النادي والنادي بتاعه واستقالوا، وبعدين نادي الترجي الجمهور شتم بعضه وضرب بعضه وسته اتعوروا. والجماعه بتوع المغرب بتوع الوداد لما جيهم هنا مشكورين، احرف لاعب عندهم بدل ما يلعب راح عمل عمليه الزايده الدوديه في القصر العيني. خلاص كفايه بقى، اوعى تقارن الزمالك باي حد تاني، اوعى. مش هيقول لك ايه؟ اصل الاهلي بيكسب الترجي يشتموا رئيس نادي الزمالك. لا بنشتم، المفروض رئيس نادي الترجي هو اللي بيشتم، ما كنتش انا اللي بلعب. لجان تهبط، دول بتوع لبيب ودول عباس ودول زفت الطين ودول هباب، ولا لكم قيمه ولا لكم لازمه. وقابل هناك المماليك، هو ده اللي فاضل. هتعملوا ايه فيا اكتر ما عملتوا؟ مفيش اي قوة في الارض تقدر تمنعني من انتحار. مفيش اي قوة تمنعني من ان انا انتحر. هنتحر يعني هنتحر، هنتحر يعني هنتحر. مفيش اي قوة على الارض تقدر تمنعني من الانتحار. اللهم لا شماتة. انا مش شمسان لكن من حقي ان انا افرح انك زعلان. شكرا لكم اعزائي مشاهدي قناه المايسترو، والى اللقاء في حلقه جديده من حلقات المايسترو. ما تنسوناش بدعم القناه بالاشتراك واللايك وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك كل ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شدوا بعضكم يا اهل فلسطين، شدوا بعضكم. ايدينا واحدة يا ستي والله ايدينا واحدة. ما ودعتكم رحلة